على الارض تاني عند عبد الله السعيد، الانطلاقه موجوده، عماد متعب هيتحرك له، عبد الظاهر فين؟ جه قدام ال 18 بدا يظهر عبد الظاهر، يا متعب يا جمالك يا حلاوتك لعبتك، جول جول جول، وهو رايح بقول له يا جمالك يا حلاوتك لعبتك يا متعب، خلاص يا ابني فتحت معاك. قلت لحضراتكم عماد متعب البدايه التهديفيه في لقاء تذكر في كينيا، ثم الدوري المحلي، ثم لقاء العوده، هي كده تندع تندع وبعدين تمطر اجوان. عماد متعب بيسجل الجون الثاني، مش عارف لعيبه تذكر بيعترضوا على ايه، انما طبعا الشكل اللي في المدرجات ده اكيد ان هو خد نظر اللعيبه. عايزين الجماهير تلتزم بقى يا جماعه، الشماريخ دي مش هتجيب ولا هتقدم ولا هتاخر، مش عارف ايه الهوايه اللي تعبتنا ديت. 2 للنادي الاهلي، وادي حكم اللقاء بيبص كده كاستان اوتوجو، وشفنا شماريخ بامانه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت بتطلع شماريخ فارغه من الملعب، والنادي الاهلي تكلف بطوله على فكره نتيجه ليه اللي الجماهير بتعمله امام فريق زيسكو الزامبي. لو نفتكر البطوله قبل اللي فاتت في 2011 لما النادي الاهلي اتعمل عليه عقوبه ولعب لقاءات المجموعه بدون جماهير.